السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت معكم فيديو جديد. مقطع اليوم نتكلم عن ثغرة جديدة في تبنية حسابات الانستا. بس قبل ما ابدأ بالثغرة لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. يا اخوان بغيت انبه على شيء. جتني احصائيات في القناة انه انا اغلب مشاهدين او اغلب اللي يتابعون مقاطعي مو مشتركين في القناة. فيا اخوان ترى والله ما انك خسران شيء، يعني بتنزل تحط لي اشتراك ولايك كلها اتوقع 5 او 10 ثواني وانت بتستفاد، يعني ثغرة. فانا مجرد تراها مجرد لايك واشتراك بس. والله ندخل على طول على الشرح. طيب يا ثغرة اليوم هي ثغرة انتحال. وزي ما تعرفون ثغرة الانتحال معناتها انك تحتاج حساب 2013. تبغون الصراحة انا تارك الباند، ولكن والله عشانكم. وبصراحة شفت دعم على الثغرات يوم اني انزل ثغرات وكيف تبني حسابات انستا، فقلت اني برجع اجيب لكم ثغرات. بس انا الحين ما معي حساب 2013، فبصراحة ما راح اقدر اسوي ثغرة قدامكم. بس بعطيكم الثغرة ايش هي، وبس ما راح اسويها قدامكم لان زي ما قلت لكم تارك الباند والحين ما معي حساب 2013. فندخل على الثغرة على طول. مثلا اول شيء زي ما قلنا انه الحساب اللي تبلغ منه يكون 2013. اللي ما يعرف كيف يعرف حساب 2013 ولا لا، تضغط على 3 نقاط. اللي يعرف يعطيها يقدم 10 ثواني. تجي security، بعدين access data او شيء زي كذا. هذه بعد ما تدخل هنا بيظهر لك تاريخ انشاء حسابك. المفروض يكون 2013. بصراحة انا كنت ابيع حسابات 2013، ولكن زي ما قلت لكم انا تارك الباند. مثلا انا حسابي 2020 اللي زي هنا، المفروض انك يكون 2013. بعد ما يكون عندك حساب 2013 تدخل على الحساب اللي تبغى تبنده. زي ما قلت لكم ما راح نبند انا قدامكم ولا راح ابلغ، مجرد بعلمكم الثغرة ايش هي. ف نيجي على اي احد مثلا من فيس باي جا قدامي ما ادري. المهم تضغط على 3 نقاط هذه، ثم تعطي ريبورت، ثم تعطي ابلاغ عن حساب، وتروح على الانتحال، ثم تروح على انا او مي، تعطي 7 انتحال انا. طيب بعد ما تكمل 10 سبام و7 انتحال انا، بترجع تسوي 10 سبام من جديد، واللي هو هذا السبام. العفو مو بذا، هذا هو السبام. وبعد ما تخلص ال10 سبام كمان بتسوي 7 انتحال انا، واللي هي هذه. تمام بنبلغ، لا ولا يكون يمكن يرجع لي فبترك. المهم يا اخوان، تعطيه 10 سبام ثم 700، ثم تعيدها 10 سبام وبعدها 700، يعني 10 سبام 700 تكررها مرة ثانية. بعد ما تخلص اذا كان معك فرقة فيشدون معك 10 او 20 سبام وواحد اصابة. واذا ما كان معك فرقة سوي لك حسابات وهمية كمان وبلغ 20 سبام 50، كل ما اكثر كل ما يتبند الحساب بشكل اسرع. واذا كان معك بوت فبلغ من البوت، افتح البوت شد سبامات، باذن الله الحساب ما راح ياخذ منك. يعني على حسب الدعم بصراحة. اذا انت يعني على حسب الدعم ممكن يردون عليك بعد ساعة يجيك الرد، ممكن بعد 10 دقايق، ممكن بعد يوم كامل. بس والله اللي ضبطت معاه يعني اتوقع اني بتضبط مع الكل، لان بصراحة الثغرة جديدة نازلة ومرة شغالة وقوية. بس والله اللي استفاد من ذا المقطع واللي استفاد وبيروح يجرب الثغرة وبتضبط معاه بإذن الله لا يحرمنا من اللايك والاشتراك بالقناة، تراها ما تاخذ الا ثواني. وبس والله مع السلامة. بصراحة يا عيال بعد ما منتجت المقطع بصراحة شفت المقطع شوي دوخ، فاللي ما فهم هذه الثغرة قدامكم. تعطيه 10 سبام ثم 700، وترجع 10 سبام و700، وتخلي التيم اللي معاك او انك تشد من بوت او انك تشد من حسابات وهمية، المهم تشد بعدها سبامات واصابة. بس والله مع السلامة. معليش والله كمان نسيت شيء. ملاحظة اذا كان الحساب اللي بتنتحله، يعني اذا كان عام تخلي حسابك حق الانتحال اللي بتبلغ منه عام. اذا كان الحساب اللي بتنتحله خاص تخلي حسابك اللي بتبلغ منه خاص. خلاص اخر شيء بس